في سؤال مهم دايما بيطرح نفسه، هو ليه الفتيس او الجير الاوتوماتيك دايما بيبقى فيه تحكم في الغيارات مانيوال او بشكل يدوي؟ يعني شد بقى كرسي وكمل معايا الفيديو وانا هقول لك ليه. انا طارق صلاح وده الجراج. اي فتيس اوتوماتيك دايما بيبقى فيه تحكم مانيوال للنقلات، والناس اللي ساكنه في بلاد او مناطق فيها مرتفعات ومنازل عاليه جدا عارفين الكلام ده، عكسنا في مصر لان اغلب الطرق اللي عندنا تعتبر مستويه ما عدا الكباري الجديده العاليه طبعا. المهم لو انت نازل منزل قوي او طالع مطلع قوي بتبقى دايما محتاج تسقط غيار للعربيه، عشان لو انت طالع تعلي معاك الار بي ام فتعلي العزم بتاع الموتور، او لو انت نازل تستخدم الموتور وقوه دورانه في انك تحكم لفات العجل فيساعد مع الفرامل. انا عارف بقى ان في حد هيطلع دلوقتي ويقول لي وانا احمل ليه على الموتور والفتيس عشان يساعدوا مع الفرامل؟ ما تولع التيل والطنابير وغيرهم واحده واحده بس معايا. بص انا عذرك عشان انت ما شفتش ولا عشت في اماكن زي دي قبل كده، بس خليني احكي لك موقف انا كنت فيه. وكنا في السعوديه ونازلين منزل قوي جدا في وادي وطريق طويل لمده ربع ساعه عشان نصور فيه، والمنزل قوي جدا لتحت، وبعد نزول حوالي 5 أو 7 دقائق بدانا نشم ريحه شياط جايه من الفرامل بتاعه العربيه، والتيل والكاوتش بدا يسخن، واحنا ما كناش راكبين فيرنا، دي اقل عربيه فيهم كانت نيسان بترول، وساعتها اضطرينا نقف شويه عشان الفرامل بتاعه العجل بتاع العربيات تبرد. لا وكل ده وايه، كنا نازلين مسقطين نقله على الفتيس عشان الموتور يساعد شويه مع الفرامل. فتخيل بقى لو احنا مش عاملين كده. الفتايس الاوتوماتيك في اغلب العربيات بتسقط نقلات لوحدها لما المنزل يكون قوي وانت تلمس فرامل، بس الافضل ان انت تسقط مانيوال عشان الفتيس ما ينقلش ابدا ويفضل متحكم ومحجم العربيه. الفرامل لما بتوصل للمرحله دي من السخونه بتفصل خالص ولا كانها موجوده، وساعتها هننزل نجيبك من تحت والعربيه واقفه على سقفها. اما بقى بالنسبه للاستخدام الثاني بتاع النقلات المانيوال ده، طبعا بتستخدمه لما تكون عايز تجري بالعربيه وتسوق سواقه رياضيه وعايز تسارع اعلى، فبتخلي النقلات مانيوال عشان تاخرها على قد ما تقدر وتاخد اعلى عزم للموتور. بس الناس اللي بتجري وبتقرص على الفتايس والمواتير ال 1600 اللي بتنزل عندنا دي بصراحه ناس دماغها مريحاها ومحتاجين يعرفوا ان العربيات دي اصلا مش معموله لكده. عايز تجري صح اركب مانيوال، بلاش يا سيدي اركب دي اس جي. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو.